وهنا بقى النعش كان ثابت، مش راضي يدخل، واقف قدام باب المسجد زي حد تايه، مش لاقي راحته، ولا خطوة لقدام ولا خطوة لورا. الناس بصت لبعضها ونفس الفكرة عدت في دماغ الكل، أكيد في حاجة غلط، أكيد الست دي عملت حاجة ربنا مش راضي عنها. بس هو احنا ليه أسرع في الحكم؟ ليه بنتسرع من غير ما نفهم؟ وأسرع في الإدانة من الرحمة؟ نسينا إن ربنا وحده اللي عارف القلوب ومطلع عليها، هو وحده اللي سمع الدعوات اللي اتقالت في الضلمة من غير شهود. الست دي كانت عايشة لوحدها في بيت هادي زيادة عن اللزوم، صوتها الوحيد هو صوت الدعاء. ابنها الوحيد كان مسافر وهو وحيد زيها، بس هي كانت شايفة فيه الدنيا كلها، ما كانتش بتشتكي ولا بتحب تقلق حد، خصوصا هو في الدنيا اللي قست عليه بدري، واتيتم وهو لسه طفل، فكمان أمه مش هتقسى عليه أكتر. لما المرض الخبيث دخل حياتها، دخل من غير استئذان، وجع تقيل بيسرق النفس حتة حتة، بس هي قررت عشان نور عينيها تسكت. قالت في نفسها ليه أوجعه؟ ليه خليه يسيب شغله ويهد اللي بناه؟ أنا عايزاه يبني نفسه، أنا استحمل، ما أنا طول عمري بستحمل علشانه. في أعظم من كده وكانت فعلا بتستحمل، تصحى على ألم وتنام على ألم، وبين الاتنين قيام الليل وصلاة ودموع، بس محدش شايف الدموع دي إلا ربنا. ولا مرة قالت أنا تعبانة، ولا مرة طلبت مساعدة، كانت شايفة إن الأم مهما تدي هي مهمتها بس إن هي تدي. وفي يوم قلبها وقف، سكت الوجع وسكت الصوت وسكت البيت. أهل البلد صحيوا على الخبر واتلخبطوا مين يبلغ ابنها، رنوا عليه مرة واتنين وعشرة، والتليفون بيديلهم مقفول. الساعات عدت والوقت كان بيتضغط وبيضغط أكتر. كفنوها وشالوها ومشوا بيها على المسجد، وقلوبهم كانت تقيلة. وأول ما وصلوا النعش وقف، ولا خطوة ولا حركة. الرجالة قالت لا إله إلا الله، كرروا الذكر بصوت عالي، بس النعش ولا أكنه سامع. بدأ الشك وبدأ الهمس وبدأ الظلم. حد قال يمكن كانت بتغتاب، حد قال يمكن قصرت في الصلاة، والجيران ردوا دي كانت دايما بتقيم الليل، دي كانت قرآنها ما بيفارقهاش. والساعات عدت، ساعة واتنين وتلاتة واربعة، والناس زهقت وفي ناس مشيت، وناس فضلت مستنية من غير ما تعرف مستنية ليه. وفجأة النعش مال سنة، إجا ناحية اليمين، الكل بص في نفس الاتجاه، وشاف شاب دخل يجري ووشه مكسور وعينه مليانة دموع، وده كان ابنها. ابنها وقع قدام النعش وحضنه زي طفل صغير، ولسانه بيتلخبط، يا ماما، يا ماما تليفوني كان بايظ، ياما حاولت أطمن عليكي، أعمل إيه دلوقتي؟ سبتيني ليه؟ كان بيعيط، كان بيعيط عياط يكسر الحجر، الناس كلها بتعيط معاه.